خليني اسالك سؤال مهم، لو اتقبض عليك في كمين او حتى في الشارع او حتى حد قدم فيك بلاغ، تفتكر تعمل ايه؟ تتكلم ولا تسكت، تمضي ولا ترفض؟ المفاجاه ان كلمه واحده بس ممكن تمنعك من انك تتحبس. انا محمد ابو العلا المحامي، هدفي هنا في القناه ان انا احول لك الكلام القانوني المعقد لكلام بسيط عشان تعرف حق قبل ما تقع في مشكله. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان ده هيشجعني ان انزل لك فيديوهات. في الحلقه دي هقول لك حقوقك القانونيه وقت القبض عليك، وايه الجمله اللي محامين كتير بيعتبروها نقطه التحول في القضيه. خليك معايا للاخر عشان كل كلمه هنا ممكن تفرق معاك في انك تتحبس او تخرج بره. اول حاجه لازم تعرفها ان مش اي حد يقدر يقبض عليك. في المادة 54 من الدستور المصري بتقول إن القبض على أي شخص لازم يكون بأمر قضائي مسبب. يعني ببساطة لو قاضي قال لك تعالى اقعد معايا في الاسم شوية، قول له أنا عايز إذن نيابة. كتير من الناس أول ما بتسمع تعالى على الاسم بتفتكر إن ده أمر لازم يتنفذ، لكن الحقيقة القانونية إن في فرق كبير جدا بين حاجتين. هو حاجة اسمها الاستيقاف وحاجة اسمها القبض. الاستيقاف هو يعني هسألك سؤال سريع، لكن القبض يعني هأيد حرية الشخص وهبدا اجراءات قانون. وطبقا للماده 40 من قانون الاجراءات الجنائيه المصري، القبض لا يكون الا على متهم بارتكاب جريمه معينه او في حاله تلبس. عشان كده اول ما يتقبض عليك لازم تقول الجمله دي فورا: انا هلتزم الصمت لحين حضور المحامي بتاعي. الجمله تبان كليشيه وتبان بسيطه، لكن تاثيرها قانوني قوي جدا، لان الماده 124 من قانون الاجراءات الجنائيه بتقول ان لا يجوز استجواب المتهم في الجنايات او الجنح المعاقب عليها الا بحضور المحامي بتاعه. يعني ببساطه اي كلام هتقوله بدون حضور المحامي بتاعك ده ممكن يبقى اجراء قانوني معايا. وفي ناس كمان فاكره ان لو حد اعترف في القضيه دي كده النهايه، لكن الحقيقه القانونيه غير كده خالص. في الدستور المصري وبالتحديد الماده 55 حظرت تماما اي تعذيب او اجراء. يعني لو الاعتراف حصل تحت تهديد او تعذيب او اجراء او بدون اي ضمانات قانونيه، المحكمه ممكن تعتبره اعتراف باطل. وكتير من القضايا الجنائيه بتتحول لبراءة بسبب النقطة. فلو حصل أي اعتداء أو ضغط عليك لازم تقول فورا، وتطلب كمان إنك تتعرض على الطب الشرعي. والطلب ده مهم جدا لأنه بيثبت الحالة في نفس توقيت الواقع. وتقرير الطب الشرعي ممكن يثبت وجود تعذيب أو إكراه أو اعتداء، وفي قضايا كتير التقرير ده بيغير مسار القضية بالكامل. طيب وأثناء التحقيق لما بتعرض على النيابة يعني ليك حقوق قانونية واضحة. أول حق إنك تعرف التهمة الموجهة إليه، لازم تعرف التهمة اللي أنت جاي فيها إيه. تاني حق وده كتير ما بيعملوش، إنك تقرا المحضر بالكامل قبل ما تمضي عليه. تالت حق ان المحامي بتاعك يقدر يحصل على اطلاع على جميع اوراق القضيه. لكن اهم جمله ممكن تقولها قدام النيابه هي ان انا متمسك ببطلان القبض والتفتيش. الجمله دي محامين كتير بيبنوا عليها القضيه بالكامل، لان نسبه كبيره من البراءات بتبقى بسبب القبض والتفتيش. وفي اي قضيه جنائيه تقريبا هتلاقي المحامي بتاعك بيقول 3 جمل ما بيقولش غيرهم، طبعا بخلاف ان هو ممكن يزود بفوع ويتكلم، ولكن اهم 3 جمل هتلاقي في كل القضايا الجنائيه المحامي بتاعك بيقولهم هم عدم توافق الدليل، وانعدام القصد الجنائي، وبطلان القبض والتفتيش اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه. القاضي ممكن يسمع الجمل دي 100 مره، ولكن لو وقع فيها خلل فعلا القانون نفسه هو اللي هيحكم بالبراءه. فالبراءه ليها اسباب كتير، ولكن من اسبابها الشائعه وركز في النقطه دي كويس: بطلان القبض، بطلان التفتيش، عدم جديه التحريات، تناقض اقوال الشهود، عدم وجود دليل فني، عدم معقوليه تصور الواقعه. واي نقطه من دول ممكن تبوظ القضيه بالكامل. الخلاصه انك مش مطالب تكون محامي، لكن لازم تعرف ان القانون معمول علشان يحمي. مفيش اعتراف بدون ضمانات، مفيش تقطيع على محضر قبل ما تقراه، مفيش اي كلام تقوله قبل ما يكون معاك المحامي. ولو اتحطيت في موقف صعب لازم تفتكر الجمله: انا التزم الصمت للحضور والمحامي. ودي مش شطاره منك، ده حقك القانوني. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، وما تنساش تجيلي في الكومنتات وتقول لي انت جاي في ايه.